102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم نبني لبكرة. احنا معاكم أسرة تنفيذ على الهواء، هندسة إذاعية عماد حمدي، وبسعد بكم دايما شيرين الدسوقي. حلقتكم من نبني لبكرة كل يوم 4 من دلوقتي لحد الساعة 4. بنسعد بكم أسرة تنفيذ على الهواء، وتليفوناتنا 2 39 23 7 11 و 2 39 21 4 37. استخدامات التكنولوجيا لازم مهمة جدا في حياتنا، ودي طريقة للبناء للمستقبل. الموضوع ده هنتكلم عليه في اللينك الأولاني من الحلقة، واللينك التاني ازاي نبني جسم سليم جدا لأولادنا منذ بداية الحمل لحد ما إن شاء الله يوصلوا بالسلامة، وكمان فترة المستقبل بتاعهم والابتدائي والحضانة وابتدائي وثانوي وإعدادي لحد ما يطلعوا شباب. كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل. اللينك الأولاني في الحلقة هنتكلم على إزاي نحافظ على وسيلة التكنولوجيا بنتعامل معاها دايما وكل يوم وكل لحظة، هو الموبايل. الموبايل ده وسيلة الاتصال بيننا وبين بعض كلنا، ووسيلة الاتصال بيننا وبين العالم الخارجي، ووسيلة اتصال بيننا وبين المعلومة وبحاجات تانية كتير جدا. حاجات معلومات هنعرفها ازاي نحافظ على الموبايل بتاعنا، وازاي يعني نتعامل معاه بس بطريقة وصورة سليمة من خلال لقائنا الآن تليفونيا بخبير أجهزة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. معنا محمود القبطان. محمود، مساء الخير. مساء النور، محمود معاك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. بداية كيف نحافظ على الموبايل اللي احنا ماسكينه في ايدينا على جميع انواعه؟ جميع انواع الموبايل. اولا يعني بدايه لازم قبل ما نستعمل الموبايل كبدايه نحافظ عليه بجراب وسكرين. ده ده اهم حاجه في الموبايل. ثانيا برضو من الافضل عشان نقدر نحافظ على الموبايل عدم استعمال الجهاز في اي مكان ممكن يوصل للموبايل اي نوع ميه. وكلامنا برضو مش على الموبايل، مش على نوع الموبايل اللي هو ضد الميه او اللي مش ضد الميه بس، لا، هو الكلام برضو حتى الموبايلات اللي ضد الميه بتبقى معرضه برضو لاي نوع من ان هي يحصل لها اي مشكله برضو او حاجه زي كده. حتى مثلا يعني الكلام ده الشركه المسؤوله عن الموبايل بتبلغ بيه. لو انت اصلا سالت او شفت او سالت حد خبير عن الموضوع، يبقى الشركه اصلا مبلغه بحاجه زي كده. ثالثا برضو لازم برضو نحاول نحدث الموبايل باستمرار، انك تستخدم جميع الجهازات اللي الشركه بتوفرها لحضرتك. ورابع حاجه الابتعاد عن اي مصدر حراره وعدم استخدام الجهاز في الشمس لمده طويله، عشان دي بتاثر جدا على الموبايل وعلى جميع البورده والشاشه واي حاجه جوه الموبايل بتاثر جدا، ودي يعتبر من اكتر حاجه ممكن تاثر على الموبايل. اول حاجه اول ما نشتري موبايل جديد او جهاز جديد، حتى الاجهزه اللي معانا نروح نشتري ليهم سكرينه عشان منع للخدش او الخبط او حاجه زي كده، وتكون في جراب كويس. برضه نختار حاجه كويسه كمان، مش حاجه شعبي او حاجه يعني سكرينه كويسه. نعرفها ازاي طيب يا محمود؟ يعني كبدايه برضه لازم لما تدخل مكان تبقى داخل مكان موثوق منه ومكان كويس ومكان تكون يعني برضه مش اي مكان شعب ادخله. عشان برضو الحاجات دي بيبقى فيها مشاكل كتير، وساعات بيبقى في جرابات اصلا. يعني مثلا برضو لو جينا ندور في جراب زي الجراب اللي هو بيبقى المائي، اللي هو بيبقى الجرابات اللي هي طالعه اللي هي المائي ده حاجات بتبرق وكده يعني. ايوه، الجرابات دي عامه بتبقى ساعات فيها مشاكل كبيره وبتبقى ميه جوه، ممكن لا قدر الله تبوظ الموبايل كله. هو مش لازم ندور على الشكل عامه، ممكن ندور على كذا حاجه. يعني ندور على نحافظ على حاجتنا ازاي. مش كل حاجه شكل بس، وفي حاجات كتير بيبقى شكلها كويسه في اماكن كويسه، بس ممكن فرق السعر يبقى اعلى شويه، او ممكن يبقى نفس السعر، بس الفكره ان احنا نقدر ندخل مكان يقدر ان هو يخدمنا في حاجه زي كده. طبعا احنا في الاصدارات الجديده للموبايلات اتفضل. برضه في حاجه مهمه جدا برضه، عشان تقدر تحافظ على الموبايل اهم حاجه برضه معاك نقطه مهمه جدا اللي هي البطاريه. يعني انت برضه لازم تحافظ على البطاريه. يعني مثلا انت يعني ما تشحنش الموبايل زياده عن الطاقه بتاعته. يعني انت في طاقه معينه ما تزودهاش. يعني في ناس بتسيب الموبايل مثلا طول اليوم على الشاحن.
في ناس بتشتغل على الموبايل وهي ماسكه لا طب انا هقول لك على حاجه يا محمود، في ناس بتروح من شغلها بتسيب التليفون في الشحن لحد ما تقوم من النوم تاني يوم وده الصبح. اخطر حاجه موجوده اصلا، يعني ده اصلا ممكن كفاءه البطاريه لو هتقعد سنه او سنتين تقعد لا شهرين ثلاثه. وبالذات في موبايل برضه يعني حاجه زي الايفون ده بتبقى حاجه صعبه جدا. فدي نقطه برضه مهمه جدا، المفروض ان انا ادي الموبايل كفايه وقتي، وبرضه ما اشحنوش تاني غير لما يفصل شحن. يعني مثلا قبل ما يفصل، مثلا اول ما اوصل لتحت ال 5% ابدا ان انا اشتغل عليه تاني واشحنه تاني. ده في الحالة دي انت بتنصح ان احنا يعني يكون معانا الشاحن، يكون معانا الباور بانك الخارجي ان احنا نشحن بيه؟ لا، هو الباور بانك برضو لو جيت اشتريه من برضو من حاجة خاصة بالشركة اللي معاها الموبايل الخاص بيها. طيب الدعاية اللي بتحصل للأنواع الكتيرة والإصدارات الكتيرة اللي بتكون للموبايلات، هل احنا نمشي ورا الدعاية دي ولا نعرف بس احتياجنا ايه اللي احنا عايزينه ونجيب على قد احتياجنا؟ اكيد طبعا. بص، مبدئيا هي اكيد الدعاية لها عامل كبير جدا، بس اكيد برضو كل اصدار بيقدم نوع، يعني بيقدم موديل جديد ومميزات جديدة واجهزة جديدة، وبرضو بيبقى مميز عن الموديل اللي اقدم منه، وبيبقى مميز عن اي موديل تاني. بس انت برضو، انا كشخص انا بشيل ايفون، خلاص انا اتعودت على الايفون، حبيت الايفون هكمل فيه، ما اجربش او اجرب على اقتناع من ان انا حد، يعني انا شفته مع حد والجهاز مقتنع بيه 100%. بس انا دلوقتي مش اللي هو هجرب كل شويه، ما انت كده كلها خساره ليك، وكلها مشاكل ليك، وكلها انا لازم ادخل حاجه برضو على اقتناع شويه. مش هنقول اسامي شركات، هنقول مثلا ازاي انا احافظ على الداتا اللي موجوده في الموبايل، ان انا لا قدر الله الموبايل اتسرق مني، باظ، الكلام ده كله، اعرف استرجع المعلومات. ايه بقى النصيحه اللي انت تقدمها للناس في النقطه دي؟ هو حاليا دلوقتي بقى في، يعني بقى في خدمات كويسه جدا في الحاجه زي دي. اولا مثلا في قبل اي حاجه برضو انا معايا موبايل، اول حاجه اعملها ليه رمز مرور قوي، مش اي رمز مرور اعمله في معامله صور بتعمل علامه صح. ده مشكله كبيره، اول ما اصلا ما بيخش الموبايل لاي محل اول حاجه بيجربها اللي هي الحاجات البسيطه دي. فالحاجه دي انا اول حاجه اعملها اعمل رمز مرور قوي. تاني حاجه برضو، ده لو انت مش هتعمل تتبع عن طريق الشركه او عن طريق انك تعمل محضر او كده، في يعني مثلا اي عميل مثلا ممكن يبحث على جوجل او على اي برنامج، على برنامج اسمه فايند ماي ديفايس. ده بيقدر يحل المشكله معاك، بس انت من قبل ما يتسرق تعمل كده، مش هتعرف تعمل بعد ما يتسرق. فده بيحل مشكلتك ان شاء الله. ممكن انت تقدر تعمل تتبع لنفسك، تقدر ان انت تحدد موقع هاتفك، الهاتف بتاعك بيه، تقدر ان انت تقفله خالص، تقدر ان تمسح بياناتك كلها. فانت بتبقى معاك كل الحلول اللي تقدر تساعدك. جميل جدا، حلوه جدا المعلومه دي، حلوه جدا المعلومه دي. دي حاجه كويسه جدا. بس الفكره ان انا برضو انك تعمل محضر وتعمل تتبع، دي حاجه كويسه برضو تساعد معاك اكتر، والنقطه دي تبقى ثابته معاك. هو يعني النقطه دي تبقى ثابته معاك، لازم اول حاجه رمز مرور قوي، وتنزل البرنامج ده وتتعامل عليه وتكتبه، وانت لو بحثت عنه هيجي لك كل خدماته وطريقه تفعيله وكل حاجه. اقدر اعرف ان موبايلي مخترق ولا لا يا محمود؟ هو في برامج بتعرف، بس انا مبدئيا انا ليه اوصل نفسي للاختراق؟ انا اي مثلا يعني احاول ان انا ما ادخلش على اي لينك يجي لي، انا بحاول ان انا ما اعرضش نفسي اي موقع مش معروف او حاجه، اي حاجه مجهوله وصلت لي ما ادخلش عليها، وما ادخلش نفسي على اي حاجه عن طريق مثلا جوجل او اي حاجه. ما احاولش ان انا ادخل على اي حاجه وخلاص. في ناس مثلا بتدخل اي برنامج، اي حاجه تيجي قدامها يدخل فيها، لا ده غلط. انا ادخل على الحاجه اللي انا عارف انها تبع حاجه معروفه، او قريب يبعت لي لينك بالظبط كده. طول ما انا عملت الحته دي، انا بدل عملت كده، انا مش هعرض نفسي لاي اختراقات. شكرا يا محمود القبطان، يعني خبير في مجال الموبايلات وتكنولوجيا الاتصالات. شكرا ليك، نورتنا على هذه النصايح، نورتني يا محمود.